ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسلسل عيناك كالبحر الاسود والجزء الاول من الحلقه الاولى. وبتبدا الحلقه وبنشوف مركب في البحر وازل قبطان المركب، واللي بيروح للمساعد بتاعه صالح وبيقول له كله تمام. بيرد عليه صالح بيقول له تمام. قال له ازل بس انت شكلك تعبان. رد وقال له صالح احنا بقالنا 3 شهور في البحر، فاكيد في شويه تعب على اشتياق. قال له ازل احنا ساعه ما طلعنا كانت بنتك عندها 10 ايام صح؟ قال له ايوه مظبوط، بس احنا اصلا بنعمل كل ده علشانهم. قال له ازل ريح بالك، خلاص فاضل لنا شويه وهنوصل. وبنروح لاديسون اللي بيتناقر مع زميله وبيقول له كل ده لسه ما صلحتهاش. قال له كنت تعالى انت صلحها وورينا شطارتك. وبيجي ازل وبيقول لهم انتوا على طول كده بتتناقروا، لو بطلتوا نهار اول ما هنوصل اسطنبول ليكوا عندي اكلة سمك. وبيخرج ازل بره وبيشوف صالح واقف مع واحد من المساعدين بيتكلموا على جنب بصوت واطي، وبيفضل يقرب منهم وبيسمعه بيقول له أهم حاجة اوعى تخلي القبطان ياخد باله. وبيجي لهم أزل اللي بيفهم إن هما كده بيهربوا حاجة، وقال لهم القبطان عرف كل حاجة يا صالح، أنا هنا مش نايم على وداني وعارف مين اللي بيشتغل صح وعارف مين اللي بيغلط. قال له صالح وانت عرفت ايه يا قبطان؟ قال له تحب اقول لك انا عرفت ايه؟ فبيطلع مطوة من جيبه وبيقطع حتة من الصندوق اللي بيكون مليان مخدرات. فقال له المرة دي أنا هسامحك، بس عشان أشيل الحمل من على التافي أنا هخلصك من البضاعة دي. وبيشيل أزل الصندوق بالونش وبيرميه في البحر وبيروح لإسطنبول، وبيروح لمحمد اللي لسه واصل بيت أهله بعد غياب 10 شهور كان في السجن. وبتكون والدته أكتر واحدة فرحانة بيه، وكمان خاله وكمان أخته. وهنا بيسأل على أبوه اللي اسمه سيد عثمان، أمه قالت له ده في أوضته. وبينزل محمد علشان يروح له، وكان في استقباله مساعد باباه كناني واللي بياخده بالحضن. ولما جه محمد يدخل لأبوه قال له كناني باباك قال لي خليه يستنى بره وأنا لما أعوزه هندهله. وبيستغرب محمد جدا طبعا. وبيدخل كناني لسيد عثمان واللي قال له عملت إيه؟ قال له زي ما قلت لي خليته بره. قال له عثمان قول لي بقى الدكتور قال لك إيه؟ قال له كناني قال لي إن الحالة صعبة وإن المرض وصل للمرحلة الثالثة. قال له عثمان يعني خلاص آخرتي قربت. قال له ربنا يطول في عمرك. وبنروح للجدة آسيا والمساعدة بتاعتها صبرية واللي كانوا مستنيين أزل ودورسون، اللي بيوصلوا بيكونوا فرحانين بيهم قوي وبيسلموا على الجدة آسيا. وصبرية بتقول لهم مش هتسلموا عليا أنا كمان؟ قال لها أزل إزاي يعني؟ إحنا سايبين الحلو للآخر. وبيسلموا عليها وبيحضنوها وبيقعدوا عشان يتغدوا وبيكونوا مبسوطين جدا. وبعد شوية بنشوف جونيتش اللي بتوصل على المطار واللي بيكون في استقبالها السواق، وبتقول له مفيش داعي تتعب نفسك، أنا هفضل بالك حتة حتة، هات المفتاح وأنا اللي هسوق. وبيديها المفتاح. وبعد كده بنشوف محمد اللي دخل على باباه وجاي يسلم عليه، مرضاش باباه يمد ايده وقال له روح اقعد هناك. وبيقول له عثمان واضح ان انت كويس. قال له محمد انا كويس الحمد لله. وبيقول له محمد انا عارف ان انت اللي سمحت لهم يسجنوني وكان في ايدك تطلعني، بس انت ما عملتش كده، وعارف ان انت اللي عملت كده لمصلحتي علشان احط عقلي في راسي وابقى كويس، وده اللي حصل. وبيقول له عايزك بعد كده تثق فيا علشان انا اتغيرت وحطيت عقلي في راسي. قال له بابا يا ترى 10 شهور في السجن حطوا عقلك في راسك؟ يا ترى كل اللي عملته قبل كده هتقدر تغيره؟ رد عليه محمد وقال له طب قول لي انا عملت ايه؟ انا كل اللي عملته هو ان انا ابنك، وكل اللي بطلبه منك هو انك تسامحني. قال له انت عارف مين اللي المفروض تطلب منه السماح؟ من اللي اكلت حقه، من اللي انت ظلمته. قال له حط عينك في عيني وما تتصرفش على أساس إن عيلتك موجودة، كون أنت العيلة. وبيطلع محمد من عند باباه وهو زعلان جدا، ومامته بتلحقه وبتقول له حبيبي اصبر، كل شيء بعد كده هيبقى بتاعك، انت بس اصبر شوية، مش عايزاك تضعف. وبيجيله تليفون من عمته وبتقول له البضاعة موصلتش، وطبعا قصدها على البضاعة اللي كانت في المركب اللي رماها أزل في البحر. وبنروح لجونيتش اللي كانت سايقة العربية وفجأة بتلاقي الطريق قدامها مقفول، فبتنزل من العربية وراحت ناحية البحر. قابلت أزل اللي كان في المركب بتاعته وبيحاول يصلحها وبيقول لها أي خدمة أقدر أعملها لك. قالت له أنا كنت ماشية بالعربية ولقيت الطريق مقفول، يا ترى مفيش طريق تاني؟ قال لها مفيش غير طريق البحر. قالت له بس أنا بخاف جدا من البحر. قال لها إيه المشكلة؟ ما أنا كمان بخاف من الطريق.
وبعدها بيجي لها تليفون من واحدة صاحبتها وبتحكي لها اللي حصل، وهو بيكون مبسوط جدا علشان شافها وفضلت تفكر تركب ولا لأ، وهو واقف بيتفرج عليها ومستنيها، وفي الآخر قررت إن هي هتركب معاه وبياخد إيدها علشان يركبها. وبنرجع لسيد عثمان ومراته بتقول له الحمد لله محمد رجع وأظن ترتاح شوية وهو يشيل الحمل عنك. قال لا، هو محمد هو اللي هيشيل الحمل عني. قالت له أيوة يشيل الحمل عنك لو أنت أمرته بكده، ومفيش داعي تفضل متغير عليه كده. محمد ده ابننا الوحيد، حاول تقربه منك، مفيش داعي تفضل تشيله في ذنبك، خليك فاكر إن هو ابنك وهو مش محتاج منك غير ثقتك. وبنرجع لآزل وبونيتش واللي بيحاول يدور المركب بس مش بتدور، وهي بتكون خايفة ومتوترة وبتقول له انت وعدتني ان انت هتوصلني بسرعة. قال لها ما انت شايفة المركب مش عايزة تدور. قالت له انا هديك اللي انت عايزه بس توصلني بسرعة. قال لها انا مش بمشي بالفلوس. قالت له امال بايه؟ قال لها زي ما اقنعتيني اني اوصلك حاولي تقنعي المركب كمان. وبتقول له هو انت مجنون؟ انت عايزني اكلم مركب؟ قال لها براحتك، لو ما كلمتهاش واقنعتيها مش هتمشي. فبتطوع على قد عقله وبتكلمها وبتقول لها انا مستعجله، ارجوكي اعملي معروف، دوري ووصليني، انا عمري ما ركبت مركب قبل كده، يلا طوعيني ودوري. وبيدور ازر المركب لقاها دارت. وبنرجع لمحمد اللي كان واقف مع حواء عمته وبتقول له المركب واقفه في المينا، هتكون فين راحت البضاعه؟ ممكن يكون ابوك اخد خبر. قال لا بابا ما يعرفش حاجة عن الموضوع. فبتقول له يبقى انت لازم تتحرك بنفسك، روح شوف البضاعة راحت فين. وبتقول له خليك عايش يا محمد، انت عارف اللي بيموت مش بيقدر يدفع ديونه، انا عايزاك تفضل عايش. وطبعا هي هنا بتهدده وبتسيبه وبتمشي. فأخوه بيقول له ها يا محمد هنعمل ايه؟ محمد قال له الشحنة ما اتسلمتش، وعايزك تروح على المينا وحاول تعرف ايه القصة، ومش عايز حد يعرف بالموضوع ده. وبنرجع لآزل وبونيتش اللي بيسألها مالك، وبتقول له أنا دايخة وخايفة جدا، أنا أول مرة أركب مركب. قال لها للدرجة دي؟ قالت له بلاش تتريق عليا لو سمحت. قال لا أنا مش بتريق عليكي، بس أنا عايزك تبصي كده بعينك، معقول المنظر ده يخوف؟ وبيقول لها البحر صعب تعرفي حدوده ولا تقدري تعرفي هو ممكن يعمل إيه، ولما تكوني واقفة قدامه لازم تحترميه مش تخافي منه. وقال لها غمضي عينك كده. قالت له ليه؟ قال لها غمضي بس، ولو مش بتثقي في البحر فثقي في القبطان، فبتسمع كلامه وبتغمض. فقرب من ودانها وغنى لها وهي لقت نفسها بتغني معاه، ولما فتحت عينها لقت نفسها وصلت البر وهي نازلة. فبيقول لها تحب استناكي؟ قالت له لا مفيش داعي، أنا هرجع من الطريق الجبلي. قال لها بس الطريق ده هتاخدي فيه 3 أو 4 ساعات، أنا ممكن استناك. قالت له طب لو حابب تيجي معايا تعالى. وهو لما صدق طبعا ونزل وخد ايدها ومشوا. وبنرجع لعثمان اللي بينده على كناني وبيقول له جهز حالك علشان نطلع على امي ابوس ايديها واخد رضاها. وبنرجع لازل وبونيتش اللي بيكونوا راكبين عربيه وبيقول لها ممكن اعرف احنا رايحين فين؟ انت قلتي لي ان انت رايحه مشوار خير، ممكن اعرف ايه الموضوع؟ قالت له لما نوصل هتعرف. ولما بيوصلوا بيكتشف ان هي خدته مدرسه والاطفال كلهم بيجروا عليها وبيحضنوها. والمدرسة بتقول له احنا تعرفنا على أستاذة جونيتش من سنتين وهي اللي أسست المدرسة. وبتقول له جونيتش وكمان كتبتها باسم أمي وأبويا. وبتقول للأطفال يلا حان وقت اللعب، وبيجري وهي بتلعب معاهم هي وأزل. وبعدها بنشوفهم وهم راجعين على القارب، وأزل بيقول لها أكيد أمك وأبوك فخورين بيكي. قالت له لو كانوا عايشين كانوا افتخروا بيا، يا ريتهم كانوا عايشين، إن شاء الله حتى ما يفتخروش بيا. فبيقول لها الباقية في حياتنا. فبتقول له في حياتنا عايز تقول ان انت كمان ابوك وامك ميتين؟ قال لها انت خسرتي امك وابوكي وانت كبيرة، انما انا خسرتهم وانا لسه بيبي. قالت له انت تعرف انا ليه بخاف من البحر؟ لاني ابويا وامي ماتوا غرقانين والعربية اتقلبت بينا في البحر وانا واخويا اللي طلعنا عايشين. فبيقول لها خلاص يبقى البحر ده هو عيلتك لان امك وابوكي فيه. شفت البحر قد ايه عظيم؟ لا وكمان جمع 2 يتامى مع بعض. وبنروح لمحمد هو والشركة بتوعه اللي جايبين صالح ومكتفينه. وبيقول له محمد احنا مش كنا اتفقنا ان احنا نشتغل مع بعض شغل تمام؟ ليه ما ظبطتش نفسك معانا؟ ولما ما ردش واحد منهم طلع مسدس وضرب طلقة في الهوا وقال له انطق.
فقال له والله أنا عملت اللي عليا. فقال له محمد إزاي عملت اللي عليك؟ أمال البضاعة راحت فين؟ فقال له صالح البضاعة اترمت في البحر. قال له محمد ومين اللي رماها؟ قال له القبطان. قال له اسمه ايه القبطان دوت؟ قال له اسمه أزل. قال له ولاقيه فين أزل ده؟ قال له هتلاقيه في المينا، ولو هتسأل عليه أي حد هيدلك. وبيؤمر الرجالة إن هم ياخدوه. وشوية وأمه بتتصل بيه وبتقول له أنت فين؟ قال لها أنا عندي شوية شغل. قالت له ده أبوك قرر إن هو هيروح عند أمه بعد 30 سنة. فقال لها أكيد بعد 30 سنة أمه مش هتخليه يقرب من البيت. فبتقول لأمه هو واخد معاه كناني يتوسط بينهم. فقال لها طب أنا هبقى أكلمك تاني علشان أنا عندي شغل دلوقتي. وبيقول لأخوه يلا بينا، إحنا لازم نروح نلاقي أزل ده بأي طريقة. وبنرجع لكناني واللي بتقول له تتذكر يا كناني لما كان عندك 20 سنة وكان في حد ضربك بمطوة وعثمان جابك عندنا وأنا اللي اعتنيت بيك وفضلت أمرضك لحد ما خفيت وقمت بالسلامة. قال لها طبعا فاكر، كتر خيرك. قالت له من بعدها بقيت واحد مننا وبابي كان مفتوح لك دايما وبقيت أخ ليا زي عثمان بالظبط. وبتقول له اللي عايز أقوله لك إن اللي كان بيمد لك إيده هي أنا مش إيد آسيا أم سيد عثمان. يعني انتوا روحوا لها وقضوا يومكم وانبسطوا، بس لو رجعتم ولقيت مفاجأة مش عجباني أنا هحرقك وهحرق سيد عثمان. وبنرجع لحواء اللي راحت لجوزها زيارة في السجن وبيقول لها في ايه؟ قالت له البضاعة ما وصلتش. قال لها ازاي يعني؟ قالت له اختفت، السفينة موجودة في المينا والبضاعة مش عليها. فبيقول لها انا خايف يكون محمد هو اللي وراها. قالت له انا هددته انه يروح يحلها، ما عندوش اختيارات تانية، اطمن لان محمد مش هيعيش كتير لان اخويا عثمان هيقتله، انا متأكدة من كده. وبتنتهي الحلقة على كده. وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم. مستني رأيكم في التعليقات وأتمنى تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.